أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. سيداتي وسادتي، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء والمسهل بالعناوين. دعوة للاستخدام الجيد لمبيدات الآفات الزراعية. تطور الخدمات الصحية في جنوب البحر الأحمر. أنشطة للتبرع الطوعي بالدم في مندفة. وزير خارجية فنزويلا يرحب بوصول ظريف إلى كاراكاس. العاصفة إيتا تضرب أمريكا الوسطى وتودي بحياة العشرات. الصين تطلق قمرا اصطناعيا للاستشعار عن بعد. السلام عليكم ورحمة الله. دعا خبراء الزراعة على أن تراعي أنشطة رفع إنتاج البساتين عامة واستخدام المبيدات الحشرية الكيميائية، خاصة سلامة البيئة والتنوع الإحيائي. جاء ذلك في المحاضرة التي قدموها للجهات المرتبطة مباشرة بالإنتاج الزراعي والمزارعين المهنيين بشأن استخدام وتخزين المواد الكيميائية ومبيدات الحشرات والحشائش، وعدم استخدام المبيدات غير القانونية ومراقبة أضرارها الجانبية. وأشار الخبراء إلى أن المبيدات الحشرية غير المعروف مصدرها تضر بالمنتجات واتخاذ إجراءات إتلافها بعد نزولها في السوق والتسبب بخسائر المزارعين، داعين المزارعين لتمتين العلاقة مع خبراء الزراعة واستخدام المبيدات بتوجيهاتهم. وقال مسؤول تنمية الخضروات والفواكه في إقليم شمال البحر الأحمر السيد دانيال كاساتيه إن الزراعة الحديثة لها دور كبير في رفع الإنتاج، غير أن مبيدات الحشائش والآفات الزراعية لها أضرار كبيرة ويجب استخدامها بعناية. وذكر بدأ أنشطة واسعة للزراعة المروية في مديريات نقفة وأفعبت وجندع ومصوع وشائب وفرو وقرورة بالإقليم، مناديا المزارعين لاستخدام البذور المحسنة التي تتحمل الأمراض. وأوضح المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في إقليم شمال البحر الأحمر السيد ميكيل تكي إن أعمال تنمية مروية تجري في مساحة 1330 هكتارا في هذه المديريات، وتبذل الجهود ليكون هذا التوسع الزراعي بما لا يضر بالبيئة والتنوع الإحيائي. أوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد أسفاو نقاسي ارتفاع استخدام المؤسسات الصحية نتيجة لجهود توسيع وتطوير الخدمات الصحية في السنوات الماضية في الإقليم. وذكر ازدياد المؤسسات الصحية بأكثر من 250% بالاستثمار الذي قامت به الحكومة في سنوات الاستقلال. وأشار إلى ارتفاع الولادة في المؤسسات الصحية بنسبة 7% مقارنة مع العام الماضي، وازدياد رعاية الأمومة والطفولة بنفس المستوى، ووصول تطعيم الأطفال لأكثر من 99%، وانخفاض كبير للوفيات أثناء الولادة. وأوضح السيد أسفاو انخفاض الأمراض المعدية بفضل أنشطة إصلاح البيئة، ويجري العمل بقوة للحفاظ على المكتسبات الصحية والدفع بها قدما. حققت أنشطة التبرع الطوعي بالدم في مديرية مندفرة نتائج مرضية، وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن عمال المؤسسات الحكومية تبرعوا يوم 5 نوفمبر ب84 كيسا من الدم لإنقاذ الحياة. وأعرب متبرعو الدم عن ارتياحهم للتبرع الذي قاموا به لتنمية محتوى بنك الدم، منادين جميع المواطنين للمساهمة الفاعلة لإنقاذ الأرواح. قدم الإريتريون المقيمون في شيفيلد البريطانية دعما ماليا لإعالة أسر الشهداء. وأفادت السفارة الإريترية في بريطانيا بأن الإريتريون قدموا في الاجتماع الذي عقدوه يوم 31 أكتوبر 3255 جنيها لإعالة 12 أسرة. من جهة أخرى تلقت أسر الشهداء والمحتاجين 140 ألف نقفة في سمده بمديرية عد قيح، وقدم الدعم على مرحلتين بمعدل 90 ألف في الأولى و45 ألفا في الثانية، كما تم تقديم 5000 نقفة لمعاقين 2. بعد الفاصل سادتي نعود لمواصلة الأخبار.
وصل وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى فنزويلا الخاضعة لعقوبات أمريكية مثل إيران، وإيران مع كوبا وروسيا وتركيا والصين من الحلفاء الرئيسيين للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو. ورحب وزير خارجية فنزويلا خورخي أورباسا على مواقع التواصل الاجتماعي بوصول نظيره الإيراني محمد جواد ظريف إلى العاصمة كاراكاس. وكثفت الولايات المتحدة ضغوطها على نيكولاس مادورو الذي لا تعترف به رئيسا عن طريق العقوبات وفرض حظر على النفط الفنزويلي. وتعترف واشنطن مثل ما يقرب من 60 عاصمة أخرى بخوان غوايدو المعارض كرئيس مؤقت لفنزويلا. وتتعرض طهران وكاراكاس باستمرار لتهجم الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب الذي سحب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني الدولي العام 2018، معتبرا أن هذا النص غير كاف لمنع طهران من امتلاك القنبلة الذرية ووضع حد لسلوكها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط. خلفت العاصفة إيتا التي ضربت أمريكا الوسطى العشرات من القتلى بعد هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات عارمة لتتحول شوارع المدن إلى قنوات مياه يصل منسوبها إلى الخصر وتنقطع السبل بالعشرات. وفي لقطات تلفزيونية وصور تم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت عائلات تخوض في المياه بشوارع مدينة سان بيدرو سولا في شمال هندوراس، بينما غمرت المياه تقريبا السيارات في أجزاء من مدينة سان بيدرو كارشا في وسط غواتيمالا. وأكدت السلطات مقتل 6 على الأقل، 4 منهم في غواتيمالا و2 في هندوراس. كما أفادت وسائل إعلام في نيكاراغوا أن 2 من عمال المناجم لقيا حتفهما في انهيار طيني. وضربت إيتا وهي واحدة من أقوى العواصف التي تجتاح أمريكا الوسطى منذ سنوات، ضربت نيكاراغوا عندما كانت إعصارا من الفئة الرابعة مصحوبة برياح سرعتها 241 كيلومترا في الساعة قبل أن تضعف وهي تتجه نحو اليابسة وصوب هندوراس المجاورة. أرسلت الصين بنجاح 13 قمرا صناعيا للاستشعار عن بعد إلى المدار، وذلك من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانسي شمالي الصين. وذكر مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية إنه تم إطلاق الأقمار الصناعية بما فيها 10 أقمار صناعية تجارية للاستشعار عن بعد طورتها شركة ساتيلوجيك الأرجنتينية على متن صاروخ حامل من طراز لونج مارش 6. انتهى سيداتي سادتي نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.